السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. حلقة جديدة من برنامج الكرة مع إسلام. هنتكلم إن شاء الله النهاردة على مباراة أو ليلة مباراة الزمالك مع اتحاد العاصمة في نهائي الكونفدرالية. ماتش صعب صعب ماتش ده ماتش بقى الرجالة، ده ماتش اللعيبة بقى الرجالة بتاعت الزمالك، الرجالة اللي هتكون مقدرة الجمهور اللي هيحضر إن شاء الله في مباراة العودة بإذن الله، سواء النتيجة إيجابيا ان شاء الله باذن الله او لا قدر الله سلبيه. لكن اللعيبه ان شاء الله الماتش ده بالذات مباراه الذهاب ديت بتبقى اهم مباراه، لان هي المباراه اللي بترتب عليها ملامح البطوله هتروح لأنهي فريق. فطبعا هنتكلم على كام نقطه النهارده. هنتكلم على تشكيل الزمالك، هنتكلم على نقطه ضعف الزمالك وقوه ضعف الزمالك، هنتكلم على غياب لعيبه، هنتكلم على كل حاجه ان شاء الله. بس قبل اي حاجه، ربنا يا رب يرحم والد كابتن محمد شحاته ويغفر له ويسكنه في فسيح جناته يا رب. موقف صعب جدا جدا على اي حد، وطبعا ما كانش عارف يرجع بسبب ان الطياره كانت هتسافر، اقرب طياره كانت الساعه واحدة، فهو عشان يرجع يبقى صعب جدا وكان الجائزه خلصت. فموقف صعب جدا جدا. ربنا يا رب يصبر قلبه ويرحم والده ان شاء الله ويسكنه فسيح جناته. دي اول نقطه. تاني نقطه عندنا، هنتكلم على غياب اللعيبه، وهو غياب طبعا هيرو الزمالك، او زي ما بيقولوا سوبرمان الزمالك، وهو اخوان بزيرة. طبعا غياب هيبقى مؤثر جدا 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 جدا. انت بتفقد زي ما قلنا الحلقة اللي فاتت، انت بتفقد 90% من قوتك. خلينا صراحة في اخوان بزيرة، 90% من قوة نادي الزمالك. يا جدع ده نزل ماتش سموحة 5 دقايق ولا ربع ساعة، ما كملش 10 دقايق ولا ربع ساعة، نزل قلب لك الماتش، جاب لك، عمل لك اسيست وطلع واتصاب تاني. مفيش حد في العالم بيعمل كده وهو بيلعب ومصاب. ما علينا. هنتكلم تاني حاجة ولا تالت حاجة على طريقة اللعب. كابتن معتمد جمال يلعب ازاي؟ طبعا ماتش شبه ده هيبقى ماتش مقفل شوية. يعني الزمالك هو النهائي عموما هيبقى يعني معقد شوية. لازم الزمالك يلعب على على الارتداد، اللي هو يبقى ان ما يديش فرصة، ما يديش فرصة لاتحاد العاصمة يبدأ بالتهديف أو إن هو يبادر بالتهديف. لازم الزمالك يلعب على التحولات اللي يسجل منها في أقرب وقت. ليه؟ لأن الزمالك لو سجل في أقرب وقت في أول ماتش في النهائي في الذهاب، هيبدأ هيبدأ ياخد الثقة، هيبدأ يسيطر على الماتش، هيبين شكل الزمالك أكتر. طبعا هنتكلم على اللعيبة، وهي اللعيبة بصراحة الحاجة الوحيدة اللي مقلقاني من الماتش ده هي حاجة واحدة، البدني فقط. الحالة البدنية بتاعت اللعيبة مرهقة جدا، وده اللي فارق وده اللي واضح أوي. إن اللعيبة مرهقة، لعيبة الزمالك مرهقة، اللعيبة مش قادرة تشيل رجليها، وده طبعا بسبب إن مفيش إلا هم. عندك دول بس، ما عندكش رفاهية تبديل، ما عندكش رفاهية التبديل. الزمالك لازم ما يكونش عنده الاندفاع، يعني ما يكونش مندفع. الزمالك أهم حاجة يخرج في الماتش ده بنتيجة إيجابية حتى لو تعادل. يعني لازم يحقق نتيجة إيجابية حتى لو تعادل. ليه بقى؟ لأن أنت آه لو تعادلت إن شاء الله بإذن الله في القاهرة هتكسب الماتش بإذن الله، تاخد البطولة. لكن في حاجة تانية، وهي استغلال الكرات الثابتة. استغلال الكرات الثابتة حل من الحلول المهمة جدا، هو يعتبر الحل الأنسب لنادي الزمالك. وفي حاجة كان بيعاني منها الزمالك، وهو البطء الشديد في بناء الهجمة. الزمالك بتحس إن هو في بناء الهجمة بيبقى بطيء شوية، ولازم يستغل أخطاء الخصم. لازم الزمالك يلعب على الأخطاء، ولازم ما يدخلش فيه أي أهداف في الشوط الأول أو الثاني، لأن الزمالك لو دخل فيه هدف لا قدر الله هيأثر على الزمالك جدا. فالزمالك لازم يلعب بهدوء، اللعيبة لازم تلعب من غير توتر، تشيل التوتر من دماغها، لازم تلعب بشخصية البطل بتاعت نادي الزمالك. لازم تنزل تقاتل على المباراة، تقاتل على الماتش. وزي ما قلنا لازم نحاول نستغل الأطراف اللي هو بينتج. ولو لعب طبعا عدي الدباغ طبعا وهيسيب ناصر منسي، ويكون في ترابط بين نص الملعب وخط الهجوم، وده اللي ما شفناهوش في الماتش اللي فات بتاع سموحة. وقلناه في التحليل، قلنا ما كانش في ترابط بين نص الملعب والهجوم، ما كانش في ترابط. الترابط ده اللي بناء عليه بيوصل من التلت الاول الملعب للتلت التاني الملعب للتلت التالت، اللي هو بيوصل من التلت اللي قبل الاخير للاخير، اللي هو من نص الملعب ل 18 الخصم. فده
لازم يكون في ترابط ويكون في تناسق كبير جدا. ده اللي بيبدأ بالفرقة بتلعب وبتجيب أهداف. هنتكلم على حاجة تانية، وهي الحمية والرجولة. طبعا لعيبة الزمالك إن شاء الله لازم تلعب بحمية ورجولة على الماتش ده، لازم تقاتل من أجل جماهير نادي الزمالك العظيمة، لازم تموت نفسها على كل كورة، ما تديش فرصة للاتحاد العاصمة انه يفرض سيطرته على الماتش، طبعا في وسط جمهوره وفي وسط في ملعبه وكل الكلام ده. لكن لعيبة نادي الزمالك بإذن الله انا واثق ان هي هتنزل تموت نفسها، هتنزل تبذل اقصى مجهود ليها عشان تفرح جماهير نادي الزمالك اللي تستحق انها تفرح. ان شاء الله ان شاء الله هيكونوا هم ابطال افريقيا السنة دي، الممثل الوحيد لافريقيا السنة دي. سيبك من اللي بيقلل من الكونفدراليه والكلام ده، اللي هو السنه الجايه ممكن يلعبها لا قدر الله، يعني لو ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله الزمالك كسب هو يلعبها مع نفسه بقى. وتغيير اللوائح والكلام ده كلام في الهوا يعني. لكن هنشوف بقى ساعتها بطوله الكونفدراليه دي تبقى كاس العالم بقى ولا تفضل زي ما هي. محاوله تقليل من بطوله يعني ملوش لازمه، كلام ملوش لازمه انك تقلل من بطوله بيمثلها نادي الزمالك، نادي بقيمه وحجم نادي الزمالك. لعيبه الزمالك لازم تلعب بقلب، لازم تلعب بروح زي ما اتكلمنا. 11 راجل في الملعب، 11 راجل اسد في الملعب بيقاتلوا من اول دقيقه لاخر دقيقه. ده اللي احنا عايزين نشوفه من لاعيبه نادي الزمالك الرجاله. دي لاعيبه نادي الزمالك الرجاله اللي احنا ان شاء الله ان شاء الله هنفرح بكره ان شاء الله وهم يفرحونا باذن الله. لاعيبه نادي الزمالك طبعا دور الجماهير هيبقى مهم، الجماهير اللي هتحضر هناك كده كده جماهير الزمالك ما بتسيبش الزمالك في اي مكان. انا توقعي ان شاء الله ان شاء الله، انا اتمنى طبعا النتيجه تبقى اتنين طبعا. يعني لو سالت اي حد يقول لك انا مش عايز، انا عايز اتنين مثلا تلاته. لكن باذن الله باذن الله اتوقع ان شاء الله ان شاء الله 1-0 للزمالك باذن الله. باذن الله ان شاء الله ممكن يا ناصر منسي ان شاء الله، ناصر او عدي، يعني اي حد منهم. مش حوار اللي هم مهاجمين، لكن هم دول الاقرب ان هم يسجلوا. وان شاء الله باذن الله باذن الله الزمالك يقدر يفوز. تشكيل المباراه طبعا في حراسه المرمى المهدي سليمان، ده امر مفروغ منه، مفيش الا هو اللي واقف على رجليه الفتره ديت، هو اللي عليه السبوت، هو اللي مركز، هو اللي فايق. فطبعا المهدي سليمان. خط الباك اليمين طبعا عمر جابر مفيش، مش هيرجع طبعا لانه مصاب، فهيلعب محمد السيد ان شاء الله. الديفنس او الدفاع بتاع الزمالك هيبقى الونش وحسام عبد المجيد، الونش وحسام عبد المجيد. ليه بقى ما ينفعش يبدا بمحمد اسماعيل وحسام، او محمد اسماعيل والونش؟ لازم يبدا بالونش وحسام عبد المجيد جنب بعض. ليه بقى؟ لان انت تحتاج محمد اسماعيل في الماتش ده في نص الملعب، لان انت هنتكلم دلوقتي، لان انت عندك نص الملعب لازم تكون مسيطر على نص الملعب. عندك حسام والونش زي ما قلنا، وطبعا باك شمال فتوح. خط النص محمد شحاته، لان في كلام بيقول ان محمد شحاته هيبدا. طب لو محمد شحاته لو ما بدأش ممكن يبدأ بمحمد ربيع، أحمد ربيع. طب لو أحمد ربيع هيبقى جنبه مين؟ يعني يا محمد شحاته ومحمد إسماعيل وقدامهم عبد الله، يعني كده قدامهم عبد الله محمد إسماعيل. ايوه محمد اسماعيل وجنبه محمد شحاته وقدامهم عبد الله السعيد. ده في حاله وجود شحاته لو قدر يركز في الماتش وقدر يلعب الماتش الاجواء اللي حواليه. طبعا قدامهم زي ما قلنا عبد الله بنتايج وعدي، وهيبقى قدامهم ناصر منسي. اللي اتمنى يركز في الماتش ده، اللي يتمنى يركز في الماتش ده، الماتش ده لازم يركز فيه ناصر منسي، لازم يثبت ان هو مهاجم كبير، لازم يثبت ان كل الكلام اللي بيتقال عليه ده كان فتره، يعني ماتشين وعدوا او 3 ماتشات وعدت، يعني سوء تركيز منك. فانت ربنا هيكرمك ان شاء الله الماتش ده وتبدا تركز وترجع لنا تحس التهديف بتاعك تاني. لكن هي مباراه صعبه، مباراه صعبه، مباراة تبقى شديدة شوية على نادي الزمالك، لكن كل ثقة في نادي الزمالك، كل ثقة في لاعيبة نادي الزمالك الرجالة. إن شاء الله يرجعوا بالمكسب بإذن الله، وإن شاء الله الزمالك يبقى حليفه الفوز إن شاء الله. وتوقعوا زي ما قلنا 1-0 إن شاء الله. البطولة تبقى من نصيب نادي الزمالك، اللي البطولة دي هتحل مشاكل كبيرة جدا، هتحل أزمات كبيرة جدا في نادي الزمالك، خصوصا إن إحنا بقينا في الوقت القيد ال 16. يعني ما شفتش نادي في الدنيا بيبقى عنده 16 كده وبيبقى أول دوري وفاضل له نقطة وياخد دوري وماتشين وياخد كونفدرالية. فده يعني إعجاز، حرفيا إعجاز بيحصل، اللي بيحصل حتى لو الزمالك لا قدر الله ما خدش حاجة برضه إعجاز إنك توصل
في 16 وقف قيد، مفيش فلوس، مفيش مستحقات، اللعيبه ما بتاخدش فلوسها في ميعادها، بتاخد اجزاء بسيطه. كل الكلام ده وكل الدوشه دي وبتوصل لبطوله الدوري فاضل لك نقطه وبتوصل لنهائي الكونفدراليه، ده انجاز ولازم يحيوا عليه. وهنا اوجه كلمه لكابتن معتمد جمال، اللي ان شاء الله ربنا ينصره في الماتش ده، وان شاء الله ما يحاول يعني مش عايز اقولها ما يألفش برضه، يعني فاهم، يبدأ بالتشكيل الانسب، يبدأ بطريقة اللعب الانسب في الماتش ده، باذن الله باذن الله يبقى الزمالك يكسب الماتش ان شاء الله، ونشوف ماتش ان شاء الله يبقى ماتش هيحدد بنسبة كبيرة هوية بطل الكونفدرالية بإذن الله السنة دي. أتمنى ما أكونش طولت عليكم، وأتمنى يكون الحلقة خفيفة إن شاء الله. انتظروني بكرة إن شاء الله بعد مباراة الزمالك واتحاد العاصمة بإذن الله، واستنوني فيديوهات جاية كتير إن شاء الله. أتمنى ما تنسوش تدعموني باللايك والشير والسبسكرايب، وانتظروني في حلقات جاية كتير إن شاء الله. سلام.